السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعًا ماتش قمة في الاستفزاز، لعيبة تقريبًا مش موجودة ومش حاضرة ذهنيًا، لسه عايشين في جو في الجو بتاع كأس العالم للأندية بقى، حاسين إن هم هناك وعادي يعني إن هو يضيّع فرصة ويكمّل، وإحنا بقى المفروض نتبسط ونقول له برافو أدّيت ماتش كويس. لأ خلاص بقى الجو ده انتهى، الجو ده انتهى بتاع الأداء مشرف البطيخ ده انتهى خلاص. أنت دلوقتي بتلعب كورة مع فريق من قبل الماتش وأنت عارف إن الأرضية زي الزفت، ومن قبل الماتش وأنت عارف إن الفريق ده هيتكالح عليك وهيلعب ماتش زي الزفت ما لوش علاقة بالكورة، على أمل إن هو يخطف أي كورة معدية شمال وأي كورة معدية يمين تيجي جون وخلاص الموضوع. رايح أنت بقى تقوم جاي مدّي لهم هدية من الشناوي هدف، هدية من حمدي فتحي بضربة جزاء، الدقيقة 6 لسه بنقول يا هادي يلا بينا هنبدأ الماتش، الشحات جوه منطقة الجزاء نفس الكرة اللي بتضيع كل مرة. كولر وصلهم في الكرة دي اتعملت 500 مرة ان الكرة تتلعب اللي جاي من ورا عند نقطة الجزاء 500 مرة، كل ماتش بتضيع. معرفش انا ازاي لعيب كورة يبقى بيلعب على المستوى ده ويوصل لمرحلة انه يبقى موجود عند منطقة الجزاء وبيثبت الكورة ويلعبها برده في الشارع. الجون مساحة الجون دي 9 متر، 9 متر مش شايف فيهم نقطة تقدر تجيب فيها جون. انا مش عارف بصراحه، انا ما اعرفش يعني اللعيبه دي بتفكر ازاي. كولر برضو يعني ايه هو واصل له اصلا ان الدنيا مش تمام وان اللعيبه دي هتغلط كتير. فالراجل بدأ الشوط الاول كله احنا هنلعب كره طوليه، ضربه المرمى كلها بتتلعب في السماء اكننا بنلعب درجه تانية. ليه؟ لان مش حاسس، مش واصل له احساس ان اللعيبه دي هتعرف تحضر من تحت. ارضيه الملعب زي الزفت ماشي على عيني وعلى راسي، بس انت هو واصل له الاحساس ده، واصل له الاحساس ان اللعيبه دي مش سادة معاه. معرفش بقى هل هم فاقدين الثقة في نفسهم، هل هو اللي أفقدهم الثقة في نفسهم، مش ده موضوعي، بس هم غلطوا كتير. 8 أهداف في ماتشين في كأس العالم للأندية ماشي، خلاص عدت، ده كأس العالم للأندية وقلنا إن ده ليفل عالي وفي الأول وفي الآخر مش شبه الليفل اللي أنت بتلعبه في أفريقيا. بدأت الماتش رايح على الجون، كورة واتنين وتلاتة في أول ربع ساعة. بعد كده صيام مفيش ولا شوطة، مش بين القائمين والعارضة مفيش شوطة أصلا، لغاية آخر ربع ساعة ما شوطناش ولا شوطة. يدخل فيك جون ملوش معنى خالص. فين بقى اللعيبه في الملعب؟ يا عم انا لو بلعب من غير مدرب خالص مش هلعب بالمنظر ده. انا مش بتكلم عن مدرب هنا، ده مش دور مدرب، ده مش دور مدرب، ده استهتار. ده مفيش حد فيهم حاضر، مفيش حد فيهم شايف نفسه ان هو المفروض يبقى موجود في الماتش. كلهم حاسين ان هم مش موجودين، تايهين. مفيش تقريبا غير عبد المنعم اللي كان مستواه كويس، هاني كان مستواه كويس لحد ما اعرفش بقى يعني. الشحات كان في بدايه الماتش كان يعني في مركز صانع اللعب بيسرع الهجمه والدنيا احسن. بعد كده الدنيا باظت. الهلال ما بيعملش غير حاجه واحده طول الماتش، ان هو يبدا الكره من ناحيه اليمين على اساس يعني يلعبوا في ظهر معلول، واصلا معلول ما بيتقدمش. فانا مش عارف برضه هم يعني هم مش حاضرين ذهنيا كوره، برضه هم فريق تعبان والله العظيم، فريق تعبان. بيحضر مصر يحضر ناحيه معلول ويهجم ويدخل من العمق، فجاه بتلاقي بقى ديانج وحمدي فتحي بيحلقوا وما تعرفش، حاسس ان هم ماشيين في ارضيه فيها صابون يعني. فجاه بتلاقي انه اللعيب اللي مش عارف يجري بالكوره عدى منه، عدى من حمدي فتحي وعدى من ديانج من العمق. الكوره بتتلعب ناحيه علي معلول وبتروح للعمق، خلاص بقى منفراد خلاص. تروح عند ياسر ابراهيم بدل ما يلعب السهله يقوم جاي مبازيها الخصم. مفيش تقريبا حد في خط الدفاع كله كان فايق معانا غير عبد المنعم، والناحيه اليمين محمد هاني. برضه حتى محمد هاني يعني برضه كان ماشي كويس وكل. بعدين انت لعيب متورط بالكوره واقف بيها على الخط وظهره للملعب، انت بتعمل فاول ليه؟ بغض النظر بقى عن الكوره غلطه ودخلت في الشناوي، بس اصلا الكوره دي لو اترفعت في وسط 3 4 لعيبه في وسط منطقه الجزاء عادي كانت وارد تدخل جول. لعيب متورط بالكوره ظهره للملعب، ظهره لجونك، ومعاك انت ضاغط عليه، ومعاه ياسر ابراهيم، فانت ضاغط عليه، ضاغط عليه قافل معاه، بتعمل فاول ليه؟ ما انا عايز افهم برضو ايه فكره الفاول في المكان ده. يعني انا لو وقفت جنبه وحلقت عليه وما خليتوش يعدي عمره ما هيعمل بيها حاجه. مفيش حد حتى في منطقه الجزاء عشان يرفع له، بتديله فاول بتديها له هديه. حاجه في منتهى الاستفزاز الصراحه، حاجه مستفزه وماتش مستفز. وحكم يعني حتى الحكم، استغفر الله العظيم يا رب يعني، كل ال 11 لاعب بتوع الهلال وقعوا في الارض. 11 لاعب كلهم وقع، مش عارف المدرب كمان وقع في الارض ولا لا. كل مره بيستدعي الطاقم الطبي، ينزل الطاقم الطبي يعالج اللعيب في الملعب وكان ناقص يعمل له عمليه جراحيه
وفي الاخر خالص يقوم جاي يقول له اتفضل بقى. ما هو اصلا مش من حقه يتعارك في الملعب. مفيش لاعب طالما الخصم ما خدش انذار انا اتحسب لي فاول، والخصم ما خدش انذار يبقى انا مش من حق اتعارك في الملعب. لما الدنيا هاجت وكل الناس راحت بقى وقعدت تتكلم معاه، طلع عندهم عربيه عادي موجود مركونه بره، عربيه اسعاف تقدر تنزل تاخد اللعيب وتطلع بيه بره. ولا حكم ولا ارضيه ولا ذهن حاضر من اللعيبه ولا اي حاجه. ماتش يعني حاجه قمه في دوري الدرجه الثانيه كده، اكننا بنلعب دوري الدرجه الثانيه في مجموعه بحري. والله العظيم مجموعه بحري امتع من كده.